اللي اشرفت نعم يعني. نعم حقيقه لاول الاخوان بالرابطه. نعم الاخ العزيز ابو محمد يعني علاقه وثيقه جدا من سنوات طويله يعني. نعم اكثر من 20 سنه علاقتنا احنا. ما شاء الله. فالعلاقه مو مساله تجاره. نعم. لا هذا شيء ثاني لكنه تبادل خبرات. نعم. تبادل خبرات، انا عندي ممكن تصير امراض بطيوريه، يصير كذا، يصير عندي نقوص اي شيء، فاحنا زائد انه العلاقه والالفه اللي بيناتنا كفائده علميه لنا. نعم. فهذا شيء اساسي انه بالنسبه للببغاء مو علاقه تجاره. نعم. علاقه محبه واصدقاء يعني. والله اخي العزيز، احنا بصوره عامه يعني من خلال هاي رابطتنا هي انه تكون تبادل خبرات بينكم وبين كل المربين. اثنين اكو فد مساعده، تكون مساعده للاخوان اللي عندهم مشاكل بالمحميات، ومن خلال حضرتك ومن خلالها ومن خلالنا احنا عندنا تواصل، عندنا دكاتره ما شاء الله بالعراق جيدين هوايه، لكن مع الاسف الشديد انه ما حد مطيهم مجال بالساحه. السبب لانه كل واحد عنده ارتباطات. هسه حاليا عندنا فد نقول بدايه نهضه منها خلال هاي الرابطه، انه نقرب الاطباء المميزين بدون تشخيص يعني بدون تسميه اسماء، فقط انه الاشخاص اللي يعنون لنا. لا، احنا نحاول انه نوصل فكره للمربين من خلال مشاكلهم، من خلال كذا. لكن عندنا حاليا دكتور علي ودكتور سهيل وكثير من الاطباء، ودكتور زيدون الطائي، ودكتور ابو رند بالسنك عم عنده عالم الحيوان، وكثير من المربين معروفين يعرفونه، دكتور علي ودكتور سهيل ودكتور زيدون ودكتور ابو رند، وبعد عندنا هواي اطباء. نحاول من خلال هذه شو صادفكم مشكله نقدر نعالجها لكم، نساعدكم مساعده، نقدر نتواصل معكم، حتى مستعدين بالتحليل الدي ان اي. يعني هنحاول انه نوصلكم من مشاكل عندكم، مثل عندك طائرين ما تقدر تكاثرهم. تكسر عقبات هواي هذه المسألة. نعم. هو احنا نريد احنا اخي العزيز من خلال هذا اللقاء نريد ننجح الهوايه بالعراق. احنا المربين هسه عندنا مشكله بالطيور المعقده يعني. نعم. مثلا المكاو، هذا معروف، المكاو، الكاسكو، اللوريا. نعم. كل انواع اللوريا. نعم. هاي مساله تحديد الجنس صعبه شوي. نعم. اذا افتح الدي ان اي تحل مشكله. طبعا. زائد انه الامراض اللي عندنا تصير الاطباء الموجودين على مستوى المحافظات خبرتهم قليله بالببغاء. الببغاء امراض خاصه. نعم. مو اي طبيب بيطري يقدر يعالج الببغاء. وهذا ايضا راح نستفاد من خلال هذه الرابطه فائده زينه يعني. احنا زائد المستلزمات ايضا اللي نعم. راح توصل ان شاء الله. احنا نحاول بكل امكاننا، نحاول انه حتى من خلال انه عندنا احنا هم غذاء مفضل، خبطات بلجيكيه للطائر تخدم الطائر، ومن اجل وكنا احنا حتى في زيارتنا لاحد المحميات بالحله، وان شاء الله احنا ان شاء الله نوصل لكم الاكل المثالي. عندنا يعني الخبطات بالنسبه التأكيد اليدوي عندنا مشكلة بيها. يقول لسه خبطات تافهة وجات تموت عندنا طيور من ورا. ان شاء الله احنا حتى عندنا شركة دني نيتشر، شركة رائدة بهذا الموضوع، وان شاء الله نحاول انه نتوصل لكم وكل الشركات ان شاء الله بالعراق. نحاول انا من خلال انه انا وكيل معتمد للشركة دني نيتشر نحاصل نوصلكم السلاك المضبوط والخبطات البلجيكية والمكملات الغذائية. نحاول يصير تبادل ان شاء الله من خلال هذه الرابطة. واشكرك وشرفنا بيك اخي العزيز. اشكرك رحم الله والديك، وانا ممنون لك. وفي نهايه هذه زياره هذه المحميه الجميله الاخونا، في الختام نشكر ضيافته لهذه المحميه والاخوان رابطه مربي الببغاء بالعراق. تلاحظون هم ويانا جايين اليوم. وفي نهايه كلامنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم إن شاء الله الجديد. تحياتي أخوكم مهندس مؤيد أمازون. في أمان الله.